الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، عندما تكلمت في الماضي وذكرت أن هناك عالما يقول بجواز أن يأتي المسلم إلى قبر ولي وأن يقول له ارزقني واشفني، قال لي البعض: أنت تصطاد في الماء العكر وأنت تتصيد أخطاء وزلات العلماء. أقول أيها الإخوة، هذا ليس بخطأ وليست بزلة، إنما هي عقيدة يعتقدها القوم. فهذا كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، يقول صاحبه في صفحة 442: قال بعض المشايخ إن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج. إن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج والعياذ بالله، أي هذه دعوة صريحة للشرك مع الله تعالى. وأن تعالوا إلى القبور واسألوا أصحابها فإن هناك ملكا يقضي لكم الحوائج. قال: وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه والعياذ بالله. وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه، نسأل الله العافية والسلامة. أيعقل هذا يا عباد الله؟ هذه عقيدة يعتقدها القوم. الأولياء يتصرفون في الكون والعياذ بالله، ولي في المشرق ولي في المغرب، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبهوا بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل ليخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، وهؤلاء يريدون أن يعيدون إلى عبادة العباد والعياذ بالله، إلى عبادة القبور، نسأل الله العافية والسلامة. دعاء غير الله شرك أيها الإخوة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك مع الله تعالى. الجأوا إلى ربكم جل في علاه، ارفعوا الحاجات إلى الله تعالى، هو قريب منكم جل في علاه، يستجيب لكم دعاءكم إذا استجبتم له سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله من هذه العقيدة الفاسدة. كم وكم والله أتمنى أن يخرج علينا عالم من العلماء ويقول هذا الكلام فاسد وهذا شرك مع الله تعالى، وأن يحذف هذا من هذا الكتاب. أسأل الله لي ولكم الهداية ولجميع المسلمين، اللهم آمين اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. زاهر صلاح الدين الشواء أبو أنس، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي.